بتخافي من ايه؟ بخاف من المرض، ومش بس عليا، على اهلي. اكتر حاجه بتضايقك؟ في الحياة عموما الكذب. واكتر حاجه بتضايقك لو يوميا؟ حد كذب مثلا، انت كذب، اقول لك انت كذاب في عينك كده، ما اقدرش والله اقسم بالله. ولو كبتها كده حطيتها جوايا ما اعرفش انام، ما تبطش. ليكي في الترندات ولا لا؟ قصدك ايه، تريننج؟ بتتابعيه؟ لا، الترند عموما، انك تبقي ترند، انك تتجنني. يعني إيه ترند؟ يعني احنا شفنا ناس في الجونه كانت بتلبس جلاليب وحاجات عجيبه مثلا. كده وانا اروح لك ايه يا عم، خلاص. ناس تلبس ايه؟ يعني اي حد يلبس حاجه مجنونه عشان يبقى ترند، اي حد يقول كلمه مجنونه عشان يبقى ترند. انت تحبي تبقي ترند؟ انا ما بحبش ابقى ترند خالص. انا دخلت كتبت ان انا في كلب عضني عشان اقول انه مستشفى زايد دي مستشفى هايله، والاهتمام كان هايل، وانا داخله بكمامه وعامله الكحكه وداخله ما حدش يعرف مين دي اصلا عشان تقولوا لي لا ده عشان انتي ممثله. فبشكر بالمستشفى. مصر وسوريا عرفوا ان في كلب عض ساره نخله. ليه؟ والله لا اقسم بالله. طب ليه انتوا رحتوا للكلب اللي عضني ده؟ انا اصلا بموت بالكلاب، انا بموت في الكلاب، بس هو الكلب كان عصبي، كان كان كلب انت بتربيه لا انا كلبي تشيتزو. في الكلب اللي عضني اصلا هو بيكنوا وعصبي، وكان مش طايق كلبي. هم انا عارف الكلاب بتغير، فعضني. وبجد انا رحت اخد الفاكسين بتاعهم عشان انا بخاف من الحاجات دي. انا صحيت تاني يوم انا اهلي فاكرين في قرش عضني. في ايه يا جماعه، والله العظيم في الاخبار يا جماعه. لا مش كده، انا ما بحبش ترند. بس على الريد كاربت سؤالك، انت حر تعمل اللي انت عايزه، عشان ده احنا بنعدي على الريد كاربت ليه؟ طب مش بنشوف ليدي جاجا؟ مش ده في عندنا نماذج هم على فكره ولا عوري ولا اي حاجه. انت داخل تعمل شو، انت ممكن تلبس مايا دياب، اكتر واحده بتعرف تلبس على الريد كاربت، وطولها ما شاء الله يساعد طبعا. انا مع ده، انت بس يكون باحترام، ما فيش ولا تقرب لدين ولا تقرب للسياسه ولا تقرب لحاجات. لا، طالما انت داخل تعمل شو، ما احنا بندخل كلنا بنعمل شو على الريد كاربت، اللي يطير واللي يعمل واللي يلبس الطاقيه ايوه. فلا، هو من حقه طالما انت مش هتاذي حد، انت حر. ايه اللي ممكن يستفزك؟ عشان انا عايز استفزك دلوقتي. ايه اللي ممكن يستفزني؟ ان انت عملت كل الانترفيو ده مفيش حاجه استفزتني، صح؟ تروح لي شمال اجري وراك، تروح لي يمين مش عارف تعمل حاجه، صح؟ فاكتر حاجه بتستفزني لا انت. انا صح. ما اظنش في حاجه بتستفزني صراحه، عشان انا برد. يعني اللي بتستفز امتى، اللي يستفز امتى؟ لما هو يتقال له حاجه هو يتكسف يرد. انا طالما اللي قدامي بستفزك وارد، بس السؤال واكلني واموت واساله. يعني انا مش ماليش دعوه بحد، انا بس عايز اعرف حقك عموما. انت بالقضايا اللي حصلت، اخبار ايه؟ اخبار انا ما بتكلمش في حاجه مش ما حصلتش. اخبار نزلت خسرت كل القضايا اللي ضد طليقك، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ مين قال كده؟ الصحافه، اخبار، وممكن ابعت لك اللينكات. انا مش نو كومنت والله. انا مش عايزه افتح مواضيع قديمه، بس الحمد لله انا المحامي انا اللي ماسك لي سواء كان كشغل وكقضايا المستشار عاصم قنديل. ما اظنش ان هو ممكن يخسر قضيه. انا ما خسرتش حاجه. الضعيف اللي يفضل طول الوقت يتكلم يتكلم يتكلم، القوي ما بيتكلمش. فانا مش عايزه اتكلم، الموضوع انتهى من زمان قوي. يعني احنا ولا كنا قيس وليلى، ولا كنا عنتر ومش عارف مين، ولا كنا روميو وجولييت. ده دول اتنسفوا واتنسوا. يعني ليه انتوا انسوا؟ بقالنا 3 سنين من 2018. ده الناس لسه فاكرين ليه؟ ده حتى لما بتكتبوا اخبار بتحطوا، يعني لما تكتبوا اخبار طرف اخر بتكتبوا اسم ساره نخله. ارجوك، انا اسمي ما يتحطش جنب اي حد غير لو كان شغل. طب وامتى هيتحط في قصه حب؟ لو خلاص بقى قفلتي الموضوع ده. انت تعرف لو انا في حب، تعرف لو انا متجوزه، تعرف لو انا مخطوبه. محدش عارف عنك حاجه خلاص. محدش هيعرف حاجه. طب انا عايز اعرف. اقفل الكاميرا. هتقولي لي من ورا الكاميرا؟ طب اهو قفلت الكاميرا. اقفل الثانيه. اقفل الثانيه كمان اهي. عايز تعرف ايه؟ مخطوبه ولا بتحبي ولا ايه؟ مخطوبه ولا بتحبي؟ الحركات دي بعملها مع مامتي. ان انا اقول لها مفيش كاميرا. باي يا عاشور. باي يا قلبي.